السلام عليكم، مساكم الله بالخير، وإن شاء الله إني ما طولت عليكم. المضافين الجدد حقنا علينا نعطيهم قصة وسالفة وإن شاء الله تعجبكم. عندنا اليوم يا إخوان قصة فيها فائدة، قصة يا إخوان فيها فائدة كبيرة، والقصة من الرجال شخصيا أعطاني إياها بدون ذكر أسماء، لكن يقول تكلم بالقصة ما عندك مشكلة لكن بدون اسم. يقول الرجال درست جامعة، حال أي واحد يبغى وظيفة ويفتح بيت ويكون عنده راتب. خلص الجامعة بتقدير جيد وكويس بتخصصه. خلص الرجال الجامعة وراح يقدم على وظيفة، مالله كتب له وظيفة. يقول ما بقيت مكان ما قدمت فيه، ابي وظيفة بفتح لي بيت واتزوج. مالله كاتب شهادة جامعية وما هو لاقي وظيفة. الرجال قال لي ما لي الا اروح شركة اعيش منها واعيش اهل بيتي الين الله يفتحها بوجهي. راح الرجال توظف وظيفة بسيطة، تخبرون شركة الادريس حقت محطات البنزين. اشتغل عندهم لمدة 2.5 براتب 2500. 2500 ما تسوي لك شيء، يعني ما تقدر تتزوج وتدفع منها مهر وتستاجر لك بيت. لو تقسم 2500 على شهر يوميتك 83 ريال، ما تسوي شيء. جلس هالسنتين ونص على هالوظيفة وساتن حاله. جاء يوم من الايام يفكر مع نفسه. شوفوا يا اخوان الواحد اذا جلس مع نفسه وراجع عمره. يقول تذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. قال خلني اتصدق، ماني خسران شيء، راتبي الله يكفيني، خلني اجرب الصدقة. قال خلني اجرب الصدقه من راتبي هذا 2500، انا اصلا ما يبقى شيء، خلني اجرب كل يوم بطلع 4 ريال بعد صلاه الفجر. يعني لو طلع بالشهر 4 ريال كل يوم تقريبا 120 ريال. يقول ما هي فارقه معي، ابى اصلي الفجر كل يوم بجماعه وبتصدق بلا. والله صرف الدراهم على ريالات، وكل يوم بعد صلاه الفجر يصلي الفجر بجماعه ويطلع 4 ريال المحتاج او الفقير. يقول والله الذي لا إله إلا هو إنها شهرين بالضبط 60 يوم، وأنا على الحال هذا يوميا ما تأخرت يوم. يقول عقب شهرين قابلت رجال قديم من أخوياي القديمين مبطي عنه، ما أدري شلون جاني. سلم علي وقال في وظيفة مقدمين عليها أبيك تروح في وظيفة ويبغون واحد بس، وبروح أقدم، أبيك تروح معي، ترى ما يبغون إلا واحد. يقول مشيت معه اليوم الثاني رحنا نقدم. يقول والله مشيت معه اليوم الثاني، يوم دخلنا للعالم صافة سرع. يقول جيت بقدم قالوا لها الموظفين راح امسك سرع مع اللي ماسكين سرع وشوف يجيك وظيفة ولا لا. يقول والله صفيت سرع وقدمت اوراقي. يقول بعدها باسبوع يجيني اتصال: الف مبروك قبلناك بالوظيفة. طبعا الوظيفة مرموقة وظيفة طيبة وراتب زين. يقول والله قبلوني، والله الذي لا اله الا هو، لا واسطة ولا كلمت فلان، والناس اللي معي يمكنهم افضل مني. يقول ما ادري كيف مشت معي. يقول حتى الخوي اللي رحت اقدم انا وياه متاكد انه افضل مني، لكن سبحان اللي رزقني بهذه الوظيفه. يقول هي تنفتح بوجهي ابواب الرزق من جميع النواحي. يقول درجه ارسلوا لي دراسات عليا برا المملكه وكل شيء انا اللي فيه. يقول وكمل دراستي برا وارجع ويزيد خير وعطاء وزان حالي وفتحت بيت وعرست وصار عندي خير واشياء ما كنت متوقعها، وكل شيء فيه فائده وخير أنا اللي فيه. يقول كأن ما في البلد ذا إلا أنا، سبحان رب العالمين فتحها بوجهي من جميع النواحي وزان حالي وانبسط. ويقول إلى يومكم هذا يوميا أصلي صلاة الفجر وأطلع ال4 ريال، ما تركتها يوم واحد من بديت فيها من 2500 إلى يومكم ذا. والحين هو منصب عالي بالبلد ويستاهل، وهذا فضل الصدقة. والله العظيم إنها تفتح بوجهك أبواب ما تدري عنها مقفلة. وفضل الصدقة عظيم، يمكن انكم افهم مني بالامور هذه. تطفئ غضب الرب، تدفع البلاء، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، واشياء كثيرة. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم كل من نشر هذا المقطع او هذه القصة ان يسكنه فسيح جناته بلا حساب ولا عقاب. وشوف كم بتذكر واحد بالصدق، وما في احد ما يقدر يتصدق. اذا ما تقدر تصدق ذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والدال على الخير كفاعله. وآسف على الإطالة، هذه قصتنا وسالفتنا اليوم، وإن شاء الله أنكم استفدتوا منها. فيها يا إخوان فائدة عظيمة في حياتنا الدنيا، وما تقدمها الحين تلقاه قدامك في الآخرة. ودعناكم والله. واللي يبغى المقطع أو الفيديو يبغى يرسله لأحد يذكره يتواصل معي، وإن شاء الله نقدر أوصل له المقطع بطريقة أو أخرى. ودعناكم والله، إلى اللقاء قريب.